منظور آخر. أهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. في هذه الحلقة الخاصة سنسلط الأضواء أولا على المحتوى الهادف، ومن خلاله ننبري إلى تسليط الأضواء على الموهبة الإعلامية منذ الصغر، كيف يمكن أن تصقل، كيف يمكن أن تشجع، كيف يمكن أن تسير على المسار الصحيح، كيف يمكن أن تواجه التنمر. ولكل ذلك اليوم ارتأينا أن نستضيف الإعلامية الصغيرة الزميلة إيلين. مرحبا إيلين. أهلا وسهلا بقناة المزرعة وبرنامج منظور آخر. أهلا وسهلا بيك، شلونك؟ الحمد لله بخير. طبعا احنا سعيدين اليوم. ليش؟ لأنه ويانا أصغر إعلامية ربما تكون حتى على مستوى العراق. أنت بديتي الإعلام وأنت صغيرة، أريد تحكي لي عن بداياتك، يعني شلون صار حبك للإعلام؟ أنا من كنت أصغر، يعني مو هسه لأنه شوية أكبر صرت. من كنت أصغر يعني كنت أحب الإعلاميات وأشوف الرسائل اللي يوصلوها للمجتمع، فكنت أحب هاي الشغلات، فكنت دائما يعني أقلدهم لحد ما صرت مثلهم. حلو، يعني أنت تقولي لي كلام جميل جدا إنه الإعلام يوصل رسالة للمجتمع. زين، شلون تشوفين هذه الرسالة؟ شلون تشوفين المحتوى الهادف، الرسالة الجيدة اللي ممكن إنه الإعلامي والإعلامية يوصلها للمجتمع؟ لازم تكون يعني رسائل موثوقة، ويعني الرسائل تكون هادفة، ويعني تكون مثلا بوقتها الرسائل. حلو. البداية كانت حسب معلوماتي أنه أنت كنتي يعني أمام المرآة أو المراية وشنو تلزمين بيدك؟ مشط لحد ما صار عندي مايك. لحد ما صار عندك مايك. فكنتي تتدربين وبعدين طلعتي على قنوات وقدمتي برامج ميدانية. زين، دقيقة أنا انتبهت لنقطة. أنت شلون قدرتي تقدمين البرامج الميدانية بالشارع وما خفتي من ردة فعل الناس؟ احكي لي. شوف، هو بالبداية أكيد أكو يعني توتر. أني هذا التوتر كان عندي إياه شوية، بس بعدين يعني تعودت، لأنه يعني شفت يعني شيء حلو. أني دا أسوي الشيء اللي أحبه، ما دا أسوي الشيء أخاف منه. فعلى مود هاي يعني قل التوتر وما صار عندي توتر. حلو. أول مرة نزلتي للشارع أمام الكاميرا وبإيدك الميكروفون، شنو فكرتي بذاك الوقت؟ يعني شنو حسيتي؟ شنو قررتي تسوين؟ شلون كان ردة الفعل؟ يعني هو شعور كلش حلو، يعني بأنه أنت دا تحقق اللي تتمناه بعمر صغير. ويعني شعور كان كلش حلو ما ينوصف، ويعني شعور بأنه أنت دا تحقق أحلامك، ويعني كلش حلو، تحس بفخر بيه. حلو. ما كنتي تخافين من الكاميرا؟ لا. وهسه الكاميرا اللي دا تصورك شلون دا تشوفيها؟ مصادقتها انت؟ اي. هلاو. اني هم هلاو. هاي كاميرتي وهاي كاميرتك. زين، احنا هسه حاليا على الكاميرات الكل دا يصورونا، ولكن دا نحكي بكل بساطه. يعني والله ما دا تخوني الكلمات وياك، اريد اوصلها بتبسيط. نرجع لنفس النقطه ونقول انه الكاميرات لما تصورنا احنا شنو اللي نريد نوصله؟ شنو نريد نقوله؟ يعني اكيد نريد نوصل لهم رساله. يعني احسنتي، يعني الاعلام رساله. نقطه راس سطر. والله جواب ذكي جدا، احسنتي. الاعلام رساله. شنو رساله ايلين؟ رسالتي راح تكون يعني للاطفال الموهوبين او حتى الكبار، يعني لانه المواهب هي للاطفال وللكبار. زين. فيعني بانه يطورون مواهبهم، ويعني اذا شافوا هوايه يحجون عليهم. يعني هسه اني هوايه اتعرض للانتقادات، بس مكمله. ليش؟ لانه هذا الشيء اني احبه. بالنهايه يعني هم ما راح يسوون هذا الشيء بدالي، ولا يعني اذا امشي بكلام الناس اذواق. فيعني يمكن هذا يعجبه وهذا ما يعجبه. صح. فهو اكو ناس يعني اعجبهم اني ويعجبون، يعني ينعجبون بمواهبي، واكو ناس لا. فأنا ليش يعني مثلا اظل بمكاني واظل اتحسس من كلام الناس؟ فبالعكس
استقوى بكلامهم. احسنتي. العصفورة قالت لي انه ايلين مقبلة على تقديم برنامج عقد، اكو هيك شيء؟ اي نعم، اكو برنامج راح اكون اني مقدمته وراح ينعرض على التلفزيون. حلو. شوفوا الذكاء، حتى لا تقول الاسماء ولا تقول لا اسم القناه ولا اسم. احسنتي حقيقه، يعني تحافظين على اسرار عملك لحد ما تكونين. ولكن وقعتي العقد ولا بعد؟ لا بعد. بعد بس ان شاء الله بهاي يعني تدرسين العرض اللي جاي لك وانت صغيره. يعني اكو ربما اعلاميين واعلاميات يعني سنين طويله الى ان وصلهم هكذا عرض. اليوم انت يعني بهذا العمر، انت ايش قد عمرك؟ 13 سنه. 13 سنه. وبيا سنه بديتي بالاعلام؟ بديت بالخامس ابتدائي يعني كمقدمه وهاي السوالف. هسه يا صف؟ هسه رحت للثاني متوسط. رحتي للثاني متوسط. زين. الناس تقول او المشاهدين والمتابعين يقولون انه يعني بهذا العمر ربما الموهبه او ممارسه مثل هكذا مهنه صعبه قد تاثر على الدراسه. ايلين اثرت مواهبها، من اقول مواهبها لانه انا اعرف عندها اكثر من موهبه، اثرت مواهبها على دراستها؟ طبعا هوايه يعني بكميه كبيره يقولوا لي روحي اهتمي بدراستك وعوفي هاي الشغلات. حلو. بس اللي ما يدرون اني ابد يعني ما اخلي اي احد ياثر على دراستي او اي شغله اسويها. يعني هسه اني اعفاء عام طلعت. اعفاء عام؟ اي، واقل درجه عندي بالتسعينات. حلو. والباقي كله 100. حلو. اي، ويعني ما مأثره ابد بدراستي يعني، ودرجاتي يعني من درجات غيري يعني. واني اسوي هاي المواهب ويعني اعمل عليها بوقت فراغي، يعني اكمل كل شيء دراسه واروح التهي بهاي يعني تريدين تقولي لي انه انت منظمه وقتك بشكل دقيق؟ اي، منظمه وقتي يعني من اكمل دراسه انا شو اسوي؟ يعني اسوي الاشياء اللي احبها او اصور مثلا فيديو، ويعني بس وراها هم أنا ارجع اراجع على دروسي. حلو. زين، شو تقولين للبنات اللي بعمرك والاطفال اللي بعمرك من البنات والاولاد اللي نوعا ما عندهم شغف بالاعلام او عندهم شغف بمواهب اخرى؟ شو تقولي لهم؟ شلون تعلميهم انه يستفادون من تجربتك؟ شنو نصائحك لهم؟ حاولوا تطورون الموهبة مالتكم، لأنه راح يكون فخر وشيء يأثر بالمجتمع بالمستقبل. ويعني حاولوا يعني لا تسمعون الكلام الناس، وسمعوا بس الجانب الإيجابي وتركوا الجانب السلبي. وإن شاء الله موفقين كلكم. ان شاء الله. وان شاء الله انت يوم موفقه. تسلمي. صعدتي على مسارح، أي. شفت لك فيديوهات حتى خارج خارج كركوك. أي. يعني انت من كركوك، ولكن شاركتي ببغداد، شاركتي باربيل، كان عندك يعني مشاركات اعتقد بالسليمانيه ايضا. كانت لك جائزه او هيك شيء؟ احكي لي. كنت مشاركة بمسابقة خطابة، فأخذت جائزة تمييز بالإلقاء. اها، كانت على مستوى وزاره التربيه؟ أي. زين، اهل سليمانيه شلون شافوك؟ والله كلش يعني هواي اكو رحبوا بي، وكانت مسابقة حلوة، ويعني هم يتعلم الناس يتخاطبون بشكل احسن. حلو. اذا كانت مسابقة الخطابة التابعة لوزارة التربية وانت فزتي بالجائزة بها، وكان استقبال وحفاوة. أنا شفت بعض الفيديوهات، يعني أهل سليمانية هم معروفين بهذه الحفاوة، ولكن وياك كان الموضوع إلى نكهة خاصة. تمام. صح. زين، إيلين احكي لي ايش ناوية تصيرين من تكبرين؟ يعني هل لا مو كشهادة، هاي واحد يمكن عندك أمنية مختلفة. لا هسه احنا بعدنا بالإعلام. شو تريدين تصيرين؟ مقدمة برامج، مذيعة أخبار، مراسلة ميدانية؟ هم كلهم حلوات اكيد يعني، بس اني يعني كنت احلم من زمان مقدمة برامج حتى استضيف اللي عندهم مواهب واشجعهم على مواهبهم. حلو. يعني مختارة من هسه، محددة هدفك. اي، وانت قريبة من تحقيق هذا الهدف ان شاء الله. ان شاء الله. زين، إيلين، المحتوى الهابط
تعرفي شنو، والمحتوى الهادف تعرفي شنو. الفرق بين هذا وهذا انه الانسان يعرف يختار الطريق الصحيح. صحيح، للاسف الشديد الغريب نوعا ما، يعني المحتوى الهابط بغرابه ربما يثير انتباه وبالتالي يحقق مشاهدات ويحقق شهرة، ولكن هذه الشهرة على حساب سمعة الإعلامي والإعلامية. فأنت شلون تشوفين هذا وهذا، وطريقك شلون راح يكون؟ اكيد هو اكو يعني اختلاف بين هذا وهذا. فيعني اني يعني اكيد راح يكون طريقي توعوي، ويعني ما راح يكون باشياء يعني لانه هو اعلام لازم يوصل رساله للمجتمع، فما يصير يوصلها خاطئه. أحسنت. فلازم الكل يعني يركز بمهنته ويمشي على الطريق الصحيح، لانه هو يعني بعدين ما راح يستفاد من الطريق، وما يستعجل يعني الشهره، ما يستعجل اي ابد، ويعني ينتظر هو يعني يطور من نفسه لحد ما يصير شيء كبير وهادف للمجتمع. حتى وإن كانت الإغراءات بالمحتوى الهابط كبيرة، احنا نختار المحتوى الهادف. صح؟ أي. أحسنتي. إيلين، مواهب أخرى عندك، احكي لنا عنها. أنا عندي هواي مواهب، لأنه مثل ما قلت لك أحب يعني أطور أكثر من نفسي. عندي إعلام، هاي تعرفها أكيد، ورسم، وأحب أصمم، وموهبة التمثيل وإلقاء الشعر، وحب القراءة والاطلاع، وأيضا عندي مواهب صنع الأعمال اليدوية. حلو. وتغيير نبرة صوت. لا كارتوني. اها، يعني تشتغلين بالدبلجه مال افلام كرتون، يعني تحاولين بهذا الاتجاه. حلو. انا راح اترك كل المواهب اللي ذكرتيها واروح لاخر موهبه. اذا طلبت منك انه تقلدي لي مقطع صغير بصوت افلام الكرتون، شو راح نسمع؟ أهلا وسهلا بكم في برنامج منظور آخر. حلو، هذا صوت الطفلة اللي بأفلام الكرتون. حلو. جربتي أنه تشتغلين في دبلجة فيديوهات معينة؟ يعني بيني وبين نفسي أها. بس يعني من عشرتها أو شيء. أها، يعني محاولة. عندك تجارب كمحاولات خلينا نسميها. منو يساعدك؟ أمي. حلو، يعني الداعم الأول؟ الداعم الأول والأخير، يعني كل شيء هواية أشكرها، لأنه هواي تتعب وياي، ويعني كل فيديوهاتي هي اللي تمنتجها، ويعني هي تشجعني على تنمية مواهبي. هم تتابعين مقدمات البرامج الكبار والصغار وتشوفين العالم وين دا يوصل بهذا المجال؟ أكيد أتابع مثل ما أتابعك. تتابعيني؟ أكيد. شكرا. أنا سعيد بوجودك وياي حقيقة. شكرا. راح نحكي أيضا عن موضوع آخر، اللي هو أنه إيلين تعرضت لحملة تنمر كبيرة جدا جدا، وأثارت الجدل في السوشيال ميديا. مثل ما قلتي أنت، قسم أيدوا إيلين، والقسم الآخر لا، كانوا متنمرين على إيلين. ربما أنا شخصيا مسجل عليك بعض النقاط البسيطة، ولكن هذا ما يستدعي أنه أكون متنمر. بالعكس، من نصح إنسانا علنا فضحه، ومن نصح إنسانا سرا نصحه. فالمفروض إذا كان عندي مثلا ملاحظة أو شيء عليك، ممكن أقول لك إياها بيني وبينك، مو أجي بالتعليقات أكتب بطريقة ربما تكون تسقيطية أو نقد هدام، تنمر. فأحكي لي شلون بدأ التنمر عليك، وشلون واجهتيه، وشلون لا تزالين الآن تجلسين أمام الكاميرا بكل هذه الثقة. التنمر بدأ عندي من زمان. بوقتها يعني ازداد التنمر بفيديو نشرته. بوقتها كان مو دوامنا ثلاثي، فبوقتها سويت مناشدة. اكو فيديوهين اني مال مناشدة واحد، هم مناشدة ثانية بوقتها من سوينا دوام ثنائي وقتها بالمدرسة يعني. اي للمدرسة. لانه يعني
شايف واحد اليوم يوم سبت يعني احنا هم طلاب من حقنا نرتاح، فسويت المناشده على مود يلغون دوام الثلاثي، يعني 3 مدارس الدوام الثلاثي، يعني نطلع احنا يجون ورانا ويجون اللي ورانا. من كنتي بالابتدائيه؟ اي. فيعني انا سويت مناشده بوقتها، فهناك من خلاص يعني استجابوا للمناشده وشالوا المدرسه الثلاثيه، سووها ثنائيه. جت المدرسه الثالثه ما تقبل وهم شالوها خلاص يعني، فظلوا يدفعون، وانت تعرف يعني من يدفعون ايش راح يصير، يعني نتكفوش واكو بهم يوقعون. فمن ذاك الوقت من نزلت مناشده قالوا لي يعني ظلوا كل فيديو يقولوا لي وين مدرسه الطيبات، يجون يكتلوك مره ثانيه. هم ما كتلوني انا شخصيا يعني، بس يعني كمجرد يدفعون وهاي يعني صار لغط. اي فواحد يدفع بالثاني يعني اكيد. انا يعني اتذكر انه قناتنا نشرت مناشدتك في وقتها ضمن تقرير، اتذكر قبل 3 سنوات. كانت الإدارة أعتقد مختلفة، فكانت المشكلة موجودة، أعتقد انحلت هسه؟ أي انحلت. أي فيعني هواي خالين بعقلهم هيك وما مفتهمين السالفة أصلا يعني، بس يجون يقولون وين مدرسة الطيبات، يجون يكتلوك يعني أي فمو فاهمين الموضوع أبد. ففهموا غلط. أي وصار لغط. زين. فالجانب الآخر هم أكو يحجون علي مو بس عن مدرسة الطيبات، يقولوا لي عيشي طفولتك. زين يعني المواهب هي بس للكبار ممنوعة للصغار؟ لو يعني يصير للكبار والصغار؟ سؤال حلو، سأليهم قولي لهم المواهب. يعني انتم رأيكم يعني ما تشوفوا مثلا طفل يقعد يرسم، طفل يقعد يعني يسوي شيء مثلا يعزف اي شيء يسوي، يعني هي هاي موهبة. عيشي يعني دا يقولوا لك عيشي طفولتك. زين انت عايشة طفولتك؟ يعني ايش شايفين مثلا انتم؟ يعني انا دا اسوي شيء مثلا اكبر من عمري، اكيد العب يعني ماكو طفله ما تلعب يعني ويا الاطفال بالشارع اكيد وكذا. اكيد باماكن اللعب اكيد يعني اصلا احبها اكثر مكان. فيعني انا عايشه طفولتي وما مسوي شيء غلط. انا اعرف يعني. بس دا اسالك حتى يعرفون. هو دا احاورهم دا اقول لهم. اي عايشه طفولتك يعني؟ اي اكيد بكل تفاصيلها؟ بكل تفاصيلها، ويعني حتى يعني فيديوهاتي هم يعني عادي ما ولبسك وهاي الشاكات والشغلات كامل. يعني ماكو شيء مغادرته من طفولتك ابد ماكو شيء. انا راح اصير بلسانهم شويه، مو المتنمرين لا المنتقدين، خلينا نقول بصفه خلينا نسميها بناءه. انت يمكن شويه نوعا ما قدمتي بعض الاعمال اللي يشوفها يحسها اكبر من عمرك. طبعا اختيار نوعيه العمل ربما اعطى الحافز لهؤلاء المتنمرين، انه انت حسيتي انه عندك طاقه، عندك طموح، جسدتيه بفيديوهات وباعمال بالسوشيال ميديا ربما تكون اكبر من عمرك. هذا اللي ولد عندهم. لكن ارجع واقول مو بالطريقه اللي الهدامه البناءه. فكرتي تعيدين النظر تقولين اني سويت هذا الفيديو يعني تراجعين نفسك تقولين انه هذا سويته يمكن بعد وقت عليه، انه عمري بعده صغير؟ شوف مثل ما قلت لك اني هي موهبه، يعني ما تعرف صغير او كبير. يعني شيء انت تحبه فاكيد يعني ما اقدر مثلا ما حد يقدر يمنعك عنه. لا يمكن ما فهمتيني. تراجعين انت تراجعين اقول يعني تشوفين يعني تلزمين الموبايل مثلا هالشكل وتباوعين تقلبين تقولين هذا الفيديو اني سويته لكن اكبر من عمري. يعني راح اعطيك مثال. مثلا اني غنيت اغنيه ام كلثوم قلدتها، يمكن لو اغني اغنيه مال اطفال يمكن اكون اقرب حاليا للناس. لما اكبر شويه ممكن اسوي هذا المقطع مال ام كلثوم. شو تقولين؟ هو اكيد يعني كل واحد يراجع نفسه لازم يعني ويشوف الاخطاء اللي سواها وهاي. ماكو انسان ما يخطأ، لكن المهم انه شلون نتعلم من اخطائنا. كمل. صح. فيعني اكيد انا عندي اخطاء، يعني ماكو واحد ما عنده اخطاء. أحسن. بس يعني ما تستوجب كل هذا الحكي علي. ويعني هو مثلا يعني انا دا اقول الاعلام لازم يعني من يحجون يكونون يعني لبقين وجديين يعني بالتكلم، يعني اذا يقدرون يوصلون رساله. فيعني اما مثلا بتقديم برنامج او شيء عادي يعني، وانا اشوف هذا الشيء يعني
يعني يناسبني اذا انا كنت احبه وما دا اسوي شيء بيه غلط. جيد. ناوية تتعلمين فنون الصحافة، كتابة الخبر، يعني من تكبرين ناوية تتعلمين هاي الأساسيات؟ أكيد بما أنه أنا أحب الإعلام أكيد ناوية يعني أتعلم. أنا ما راح أقول لك هسه لأن أنت بعدك صغيرونة وبعدك بهذه الطفولة الجميلة، لكن بالمستقبل أنا أتمنى أنه حتى تدخلين كلية الإعلام، لأنه راح تتعلمين الأساسيات وتصقل هذه الموهبة بشكل أكاديمي، فإن شاء الله الموفقية والنجاح لك. إن شاء الله. زين. لو طلبت منك أنه نغير مواقعنا، يعني أنت تسأليني وأني أجاوب، أنت تسأليني كإعلامية، خلينا نسوي هاي التجربة، نبدل المواقع، أنت هسه تقدمين برنامج منظور آخر وأني الضيف، إيش راح تسأليني؟ راح أسألك عرفنا عن نفسك بداية عرفتك عن نفسي، بعدها عرفتني عن نفسك. راح أسألك شنو نوع الرسالة اللي تحب توصلها للمجتمع؟ هاي حلوة، هذا السؤال حلو. طبعا كل إعلامي وكل صحفي عنده ربما كاريزما إعلامية ورسالة إعلامية خاصة به. من أقول كاريزما أي سمات الشخصية اللي موجودة، ربما تكون هي الظاهرة، أما الرسالة فهي تكون ما يكتنزه الإعلامي بداخله ويريد يوصله للناس. بالنسبة لي أنا أؤمن بالمحتوى الهادف ولا أؤمن بالشهرة التي تأتي من أي طريق آخر، لذلك مشوار ال1000 ميل يبدأ بخطوة، وإحنا لازلنا في خطواتنا. صح. ما راح أقول وين واصلين. زين. بعد يمكن أسألك همين بأنه شنو تنصح الأطفال الموهوبين أو حتى الكبار، وشون يعني راح ينمون مواهبهم يقدرون يعني بيا طريقة، وشنو تنصحهم، شنو نصيحتك لهم؟ أيضا سؤال حلو. نصيحتي إلك ولكل الإعلاميين والإعلاميات الصغار أنه يتدربون أكثر قبل لا يقدمون المحتوى اللي هم يقدموه، يعني بدل أنه أستعجل بالشهرة أو بتقديم المادة، ممكن أقرأ كتاب كامل، ممكن أطلع على 100 معلومة قبل أن أقدم معلومة واحدة أو محتوى واحد. يعني التدريب ثم التدريب ثم التدريب. أحسنتي، سؤال حلو. شكرا. بعد تيجي تقدمين البرنامج. يعني أني أوكي. مو أنا أصلا يعني مو محضرة أسئلة هاي هيك. أعرف دا أختبرك. مثلا يمكن أسألك فكري قدامك فراس الحمداني الإعلامي والكاتب الصحفي، فكري شو تسأليه بعد. يعني مثلا بالمستقبل شنو الأعمال اللي تحب تسويها أو تطورها أكثر؟ حلو، والله أسئلتك حلوة. الأعمال اللي أحب أطورها، طبعا أني في مجالين ربما حاليا، المقروء والمرئي، الإعلام المقروء والإعلام المرئي. أنا كلش أحب الصحافة الورقية، أحب الجرايد. للأسف أكو نظرة خاطئة أنه الجرائد اندثرت، المجلات اندثرت، الصحافة الورقية اندثرت. هو فعلا الصحافة الإلكترونية حققت طفرة نوعية، ولكن تبقى نكهة القراءة من الكتاب نفسه، مو من الآيباد واللابتوب، وتبقى نكهة الاطلاع على المقالات الصحفية وفنون الصحافة كافة من الجريدة والمجلة، إلها نكهتها الخاصة. صح. فبالتالي أنا مؤمن بالحفاظ على هذا الإرث. وأضرب لك مثال ربما شوية أنت بعدك صغيرة عليه، بس أنت لماحة ومتابعة. دا تشوفين أنه عندنا دول كثيرة متقدمة علينا أساساً، لكن إلى الآن عندهم الجريدة. صح. موجودة وتصدر. يعني في أمريكا
نيويورك تايمز، واشنطن بوست، في تركيا جريدة اسطنبول، في مصر جريدة الأهرام. لا صح. تزال هذه لها مكانتها، لا تزال يعني نقدر نقول محققة، وبالعكس يعتمدوها كأكثر مصدر موثوق للمعلومة. زين، سألتيني هذا السؤال وجاوبتك، أريد تختمي لي. تمام. شلون تختمين الحوار وياي أنا؟ طبعا تشرفت باستضافتكم إلي، وكان حوار كلش حلو وممتع، و هاي تختمين برنامجنا لما أنا مستضيفك. لا بالعكس، اي مو أنا بالي بعد انت اللي تقدمين وانا الضيف. تمام. تشرفنا بحضورك لبرنامجنا، وإن شاء الله التوفيق ومن أعلى إلى أعلى. وطبعا وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحياتي، كانت معكم الإعلامية إيلين والإعلامي فراس الحمداني، وشكرا لكم. حلو أصفق لك. زين، نغادر هاي الفقرة ونروح إلى فقرة أخرى. أنت مو شاعرة حسب علمي، لكن تكتبين الشعر ولا يعني تحاولين تلقيه إلقاء؟ صح؟ صح، أنا مو شاعرة، يعني هو يعتقدون بأنه أنا شاعرة، بس أنا ما أحب، يعني مو يعني أنا مرات بعدك أوكي صغيرة أكتب. يعني. اي بس مرات يعني اوكي اكتب شعر انا وامي مثلا او وحدي، بس يعني انا مو شاعره، بس احب القي الشعر، يعني اميل على الالقاء اكثر. زين، اسمع مقطع شعر هيك صغير. اي شيء. كركوكلك بالعين صدقيني دمعه، والوطن بيه شموع وانت احلى شمعه. انت احلى شمعه. شكرا. حقيقة إيلين أنا استمتعت وياك، والوقت مر سريعا، يعني ما دا أحس بالوقت، فإن شاء الله لنا لقاء ثاني إن شاء الله. وإن شاء الله أشوفك بمكان يليق بموهبتك، ولكن نصيحة أخيرة أقدمها لك، لا تتسرعين، لا تهتمين بالشهرة بقدر اهتمامك بالنوعية مو بالكمية. حاولي تتمرنين أكثر، وحاولي تعيشين كل مرحلة بمرحلتها. تمام؟ هذه نصائح الناس مو فقط نصيحتي. فنورتي برنامج منظور آخر، وشكرا جزيلا لك ولحضورك الجميل بهذا البرنامج. شكرا لك. شكرا لك. وبالختام، هناك مقولة جميلة عن الإعلام نقولها ونذكرها لأننا في حضرة من أضاءت شمعة في هذا الطريق. الإعلام حمامة تجوب العالم، فما بالكم لو كانت هذه الحمامة صغيرة جميلة مثل إيلين. شكرا لك. شكرا إيلين. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا فراس الحمداني، حياكم الله. باي باي.